السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الناس الكل، أحبابي أصحابي أحلى متابعي القناة المزيانة متاعنا. اليوم عنا وصفة زمنية ياسر، وصفة العادة والسنة. وصفة شنو مها؟ مسفوف. المسفوف. هاي سيدي المكونات متاعنا شنية؟ باهي في المسفوف بالذات كل واحد شنو يحب. باهي اللي نعرفه انه الدقله حاجه من باز انه باش تكون مسفوف هي الدقله. الرمان بتاع شرب الطبيعه. باهي هذوما الحاجات الباس. اما شكون يحب يحط العنب؟ انا الحقيقه نتاع ربي ما عجبنيش العنب. باهي عندنا الشاميه حاجه زاد اساسيه على الاخر. بالنسبه اللي تربيت عليه معناتها ما استانست بيه، فهمت؟ اي ميمتي الله يرحمها. هذوما الحاجات الاساسيه دو باز، ما فماش معناتها مسفوف من غيرهم. عندنا زاده زيت زيتونه. باهي نصيحه اللي عنده زيت زيتونه جديد فيه المراره ما يستعملش كله زيت زيتونه، يغلط شويه بزيت عبيد معناتها يخلط معنا، على خاطر راهو المراره راهي تقعد في وسط السميد ويمكن يمشي لك للقوم تاع المراره معناتها. فهمت؟ الفاكهه كل قدير وقدره. احنا اللي تعودنا عليه الحق نتاع ربي نعملوه بالكاكاويه ويجي يهبل معناتها. الله يرحمها بالكاكاويه والله الله يرحمها وينعمها بالكاكاويه. قبل كيما تعرف مش كيما توا معناتها. قبل معناتها الفاكهه ماهيش كيما حاجه تشري كان في العيد بس، فهمت؟ واضح. وعندنا المسفوف. اني الحق نتاع ربي المسفوف هذا نعشقه. كسكسي هذا كسكسي دياري. اني كل ما نجي نطيب كسكسي لابد ناخذ شطر من هذا وشطر من السميد يبيعوا في الحوانت العادي معناتها سميده. سميد شطر كسكسي وشطر سميد، فهمت؟ ما شاء الله يهبل الحقيقه نتاع ربي يبارك لهم معناتها. مش اشهار ولا حتى شيء، اما لا لازم يخلصونا خدمه متقونه ربي يبارك لهم فيها. والسكر السكر اني راني مديت عملنا باش نحط ولا مش باش نحط. معناها السكر انت وشنو تحب الحلاوه معناها. السكر فوالا هو يجي فيه السكر، فهمت؟ اني ما نحبش، احنا ما نحبوش قوم تاع الحلوه ولا حاجه الحلوه برشا. حتى نشوفوا ابروكسيماتيف نحطوا سكر ولا ما نحطوش. واضح. والزهر ان شاء الله ديما عندنا الزهر. هو تو من ناحيه الزهر مادام اني خديتك معناها عندي زهر والله ان شاء الله. به هذا زهر السنيد ده ما شاء الله. الزهر راهو يتحط كان في التفويره الاخرانيه بالماء، يتغلف بالماء، ما يتحطش وحده. باش نوريهم بالضبط هيك. ديما الباز نتاعنا احنا في القناه نتاعنا تبعوا مها بالخطوه بالخطوه باش تتعلموا الوصفه بالكدا وتطلع لكم ناجحه. الحاجه الاساسيه على الاخر كسرونا صغرونا بحذاكم بالماء يغلي. السميد نتاع السفوف ما يتبلش بماء بارد كيما مستنسين نعمل بالسميد العادي. يتبل بماء سخون معناتها ماء سخون. تتحملوا الليد لا انت ديجا مش باش تنجم تتحملوا، دونك باش تحرك من مرفق. باهي تنتبعوك يعني بالضبط. فوالا. باهي اول حاجه نبدا بها تو تربي السميده نتاعنا. نحطوا له شويه زيت نبسبسوه، مش بشويه نبسبسوه بالزيت بالكدا باش يشبع بالزيت، ونحطوه يتفور التفويره الاولى ربع ساعه ماكس. باهي ورينا توا كيفاش خطوه بخطوه ان شاء الله. بسم الله. اي سيدي لهنا توا مها حطينا رطل. حطيت رطل الحقيقه ما نتصورش اكثر من رطل، خاطر انت والعيله نتاعك عيلتك كبيره على الاخر عمل اكثر. اني رطل معناتها ممكن تعرف المسفوف مش عشيه. واضح. بسم الله بسم الله بسم الله بركة الله. بسم الله بركة الله. كلمة بابا الله يرحمه. بسم الله سبحان الله. جيت مدمج زي زيتونه ولا حاجه نتاع عوله وتقول الكلمه هذه والله تنزل فيها البركه. واللي تقول لك الاعمال بالنيات راهو بالحق فرانشمون دي اعمال بالنيات والله. اصلا واحد كيبدا قلبه باهي معناتها. باهي التفويره الاولى كهو زيت سميد نبسبس بالزيت، لا نحطوا له ماء لا نحطوا له حتى شيء. علاش على خاطر كيش تفوروا برشا زيت توا التفويره الاولى يقعد فوق الغاز. بعديك اش نعملوه بالماء سخون ولا الماء سخون. اي حاجه تحط لها ماء سخون تعجن. واضح. هيك علاش نعملوه التفويره الاولى بالزيت هكا هو باش يشربك الزيت من الباهي ويقعد كعبه بكعبه باهي. وبعديك راهو ما تخافوش كيش تحطوا الماء سخون راهو باش يعجن وباش تترعبوا. لا خليه هيك شويه وعمل تحريكه تلقاه شرب الكل. واش نتبعوك توا خطوه بخطوه. معناتها احسن الحقيقه نتاع ربي اني جربت هذيك طريقته الله يرحمها وينعمها. الطريقه هذه من بالحق من احسن ما يكون في المسفوف. يطلع لك طري هبل معناتها.
نهبطوا نعمة ربي الكل. اوكي نحطه في الكاسكات ونخليه يفور نخليه يفور ربع ساعة بالضبط. نخليه باهي نحطوا الكسكسي نتاعنا في الكاسكاس ونخليه يفور ربع ساعة بالضبط. واضح. هاي نرجعوا لكم شوية ربع ساعة من اللي يبدا يفور، مش ربع ساعة من اللي حطيته، ربع ساعة تفويرة معناتها. واضح. باهي مها راهو كيف دوبا بدا يفور الكسكسي غطاته حتى لين كملت الربع ساعة. باهي توا جوست دوما نبردوه باش نزيدو شوية أخرى زيت باش نبل. زيت باش نستعملو توا بريسك المرة هاذيك هو. أنا أنت توا المرة الأولى حطيت زيت وبتزيد مرة أخرى معناها. باش نزيد مرة هذيا بعد كان باش نبلو بالماء سخون. هو طلع معقد هو. ماهوش في تكنيك معناتها مش كيما يجي في فيزيك ولا؟ في شيمي. أنت توا شنو تحب ما فهمتكش؟ ما لازم مهان تبولد عليها شوية معناها. شوية شغب. زيدت حطيت مرة أخرى. راهو أنت الزيت هذاك باش تستعملوا الكل ولا لا؟ لا. معناها هنا أحكار كاس زيت شطر معناها يظهر لي باش يستعملوا. شطر كاس زيت. معناها أنت توا زدت عملته مرة أخرى بالزيت باش تعاود باش تعاود تفوروا مرة أخرى. ليش نحط له الماء؟ الماء سخون. ماء سخون يغلي. علي صوتك. ماء سخون يغلي. صحيت. بسم الله. هاي بسم الله يا ربي. اسمعوني نحكي معاكم بكل صراحة. حطيت ماء صافية يعني مش صافية، ماء معدني حطيت على خاطر الحق نتاع ربي السبالة اللي طعمتها خايبة على الاخر من كثرة القصان بصراحة طعمتها ولات خايبة. صدقني كان جيت نجم كل شيء نطيبه بالماء المعدني كما نقولها راني طيبته هكاك. معناتها الحقيقة واحد يتوضا به اقسم بالله العظيم طعمة في الفم خايبة والله. هيك علاش انت باش تخسر عليه الكسكسي هذا ما فيها باس. جايب ابو إجرتين وعدي. باهي يلزم نوصلوا لك النتيجة نتاع الكسكسي العادي تعملوا بيدك. لا نعملوه بيدينا سخون يغلي الماء. حبيت شويني. اي بسم الله عليك. اما النتيجة اللي قلت لك بسم الله عليك شنو عجبكش تو؟ باهي اسمعني فاست انه يتحط الماء سخون على الحاجة فيها عجين. اي ابار انه يخليه يكون طري برشا. راهو معناتها يبيض عجينة الكعك ورقة تعجن بالماء سخون على خاطر باش العجينة تطرى. ديجا راهو على فكرة وبعد ما تعجنها تحضر كسرونة بالماء سخون تسقطها 6 أو 7 مرات في وسط الماء سخون وتعاود تعجن. كل ما تحطها في الماء سخون كل ما تزيد هي تبيض معناتها. الكيس هذه تخلي السميد نتاعك يبدا ما شاء الله لونه يهبل معناتها. على فكرة راهو صورنا حلقة نتاع كعك ورقة تلقاها محطوطة الفوق اللي يحب يعمل عليها طلة ويتعلم الروسات نتاع كعك الورقة. وين نحطوها ما تبخلوش بالماء وما تتفجعوش من الماء الزوز. ما تتفجعوش ان انت تقول صي هذايا باش يطلع معجن. ما يعجنش معناتها يشرب. اني سؤال سالته لك كواحد ما نعرفش نطيب مثلا. النتيجه اللي يلزمني نوصل لها تو شنية بالضبط؟ لا تو مش باش توصل حتى نتيجه. تو تبع معناتها الوحده الى ان ياتي ما يظهر على بالك. هي راهو شفتوا تبارك الله شفت على بكري تو كثر السميد. صحيح كثر برشا. على قد ما تحط له الماء على قد ما يكثر. انت راهو ما تبداش تحط له في الماء على بعضه حتى وين. اني راني باش نعمل 3 تفويرات ونحط في كل تفويره حكر 6 7 لوشات ماء زعما هكا حطيتها. هيك بالضبط. ونشوفوا في التفويره الثالثه نحبوا لازم نلقاه معناتها بلغه اخرى الكعبه. انا هو توا اغزر كيفاش يتلم. شفتوا كيفاش اغزر معناتها كي تعملوا على بعض وشفتوا كيفاش يتلم. مثال خليه هيك حتى هذه هيك. باهي ماناش باش نكثروا له اكثر من اللازم خاطر انا باش نفوروه. راهو التفوير هو اللي يرد جميل. التفوير هو اللي يرد طري خاطر المصفوف خير ويبدا طري برشا. كيما تراو الكسكسي العادي كاش يولي طري
بالسقاء نحطوه له، هذا مش نحطوا له سقاء هيك. علاش نكثروا له الماء في واضح ما بين التكويره والتكويره معناتها. باهي انت تو ترجعوا على الكسكاس ربع ساعه، كل عاد ربع ساعه بالضبط راهو فهمت. واضح. ونرجعوا. باهي اوكي، يعني نرجعوا لكم شويه اخرى. هاي سيدي تو تعدات ربع ساعه اخرى. اي بسم الله. كي العاده كيف بدا يفور الكسكسي حطت غطاته، معناها حطت له غطاء شويه مش برشا بس راحت. معناها الفازه نتاع التغطيه باش فيسا يتفور معاها. فيسا برا. اي باهي هذه تو ربع الساعه الثانيه. والمسفوف برجوليه طلع رحله، معناها فما برشا مراحل لازمها تصير باش يطلع ناجح معناها فهمت. المهم تو شنو تعمل؟ تبردو نحلو شويه هكا بردتين وكي العاده مي سخون. احنا تو عملنا زوز تفويرات، هذه الثالثه. وديما عينك ميزانك ها. اي ما رايش نزيدو تفويره اخرى، 4 تفويرات هكا مزال معناها. اعطيني شويه زيت زيتون. راه فما شكون يعملوا بالزبده، حتى بالزبده بنين. نزيدو شويه زبده زيت اخرى. بسم الله. هاكا هاو توا الزيت صايي. بالنسبه للزيت ما عادش زياده. هاو صايي. بالله تبعوا من غير ما نوصيكم، تبعوا خاصة الحلقة هذه معناها المسفوف حقرته بصراحة. في بالي فيسا طلع معناها يلزم وسع بال أكثر من الكسكسي الآخر، ويلزمكم تتبعوا معناها بالتفصيل الحلقة باش يطلع لكم الكسكسي ناجح. هما شكون يعملوا بالكريمة، الناس اللي تحب الكريمة معناها، خاطر الكريمة الحقيقة متغذية بالنيات زاد، أما إن احنا ما نحبوش شي في الدار. وهنا كي العاده من غير ما نوصيكم باش تعملوا ابوني في الشان تاعنا، تبارتاجيو الحلقه وتحطونا كجامك العجيبه هذيك، وربي يبارك لكم الناس الكل. واللي عنده شهوه يقول لنا عليها نطيبوها له ان شاء الله في القناه تاعنا. وراكم انتوما راس مالنا، ورانا نحبوكم برشا. هاي شوشه انت تحبهم المتابعين تاعنا، هاي قول لهم نحبكم برشا. نحبكم برشا. صحيت. انت قدس نحبكم برشا. نحبكم برشا. احنا اجتماع هذا وزاري مضايق حول المائدة المستديرة. نحبكم برشا. صحيح. نحبكم برشا. باهي حطيت الماء. مش قادر الراء. لا عالي عليك ما تنجمش تراوغ. باهي شو تلاحظوا لهنا؟ تلاحظوا انه قاعد يبلي كي الفلق وش عليه معجن معناها؟ ماهوش عليه معجن، ماهوش معجن. هذه ما تغشكمش الحكايه. ما تغشكمش، ما تتعبوش، خاصه تقول لك صاي عدم لي وما عدم لي. لا ما عدم، على خاطر راهو الماء سخون لهنا كي يصير لكم هكاك راهو باش يبدا يشرب الكل، ما يخلي منه حتى شيء. سيرتو كي يبرد معناها. علاش هو نحطوا له في الزيت؟ باش معناتها ما نعطيوش فرصه انه باش يحلم، مجرد حلم انه باش يعجن معناتها. واضح. فهمت؟ يا تحبوا تخليوه شويه هكاك يبرد وتفوروه باش يشرب طرف الماء نتاعو، يا تحبوا تفوروا على روحكم فوروا على روحكم، وعلى البلاصه يتخلوا معناتها. واضح معناتها هنايا راهو بدا يوصل مرحله التشكيل معناتها. واضح. المره هذه باش نعملوا تفويره بدرجين هكاو، باش اخر مره نحط له شويه الزهر والمسحه. واضح. باهي توا نرجعوه في الكسكاس نتاعنا يعمل درجين. راهو الوقت راهو كي نبداو نحسبوا الوقت بعد ما يبدا يفور، اول تفويره مش فوق معناها دوب نحطه في الكسكاس تحسب الوقت، لا دوب لا يبدا يفور تبدا تحسب في الوقت. نخليه درجين ونرجعوا لكم شويه اخرى. يلا نحبكم برشا. نحبكم برشا. هاي سيدي بن سيدك، هذه توا التفويره الثالثه، رجعنا لكم بعد درجين تفوير. التفويره هذه نتاع دريجين زاد مرسى. على فكره احنا هو ما شاء الله راهو مع تخفيق اللازم، فهمت؟ باهي هوني شوش نعمل؟ هذا براسك يمكن نعرفش قداش، 2 مغارف زهر هكاك، 3 مغارف زهر. تاع 3 مغارف 4 مغارف زهر. الزهر 3 مغارف زهر. الزهر نتصور انت وشنو تحب ولا؟ انت وشنو تحب؟ انا ما نحبش نكثر منه برشا خاطر زاد الزهر كي تكثر منه يولي يطغى. يا مرار. فيه شويه مرار. انا باش نحط عليه شويه ماء سخون. شويه ماء سخون باش نبل بيه الكسكس نتاعنا. حطيت فيه عليه 2 لوشات بالضبط. بسم الله.
هذا ماء سخون مخلط بالزهر. هو ديجا الريحه تهبل بسم الله ما شاء الله. اللي يحب يحط عطرشيه يحط عطرشيه، اللي يحب يحط مينسري يحط مينسري، كل واحد شنو يحب يحط. واضح. دونك احنا حطينا 3 مغارف نتاع ماكله زهر وفوقهم 2 لوش ماء سخون. وترجع في العاده تخلط، منك تبرد ومنك يتخلط الشيء مع بعضه. الكذا والشيء قال يحيى كلهم عملوا ابونيه فزان. عملوا ابونيه في الشارع. الفاشكة عيشوا لي نحا من يدك. يلعب بالفاشكة معدن ثمين. معدن ثمين هذيك والله. يقول لك في رمضان قطرتها وقت عينيا وليلة تعدت على راسي. حطيتها الليلة كاملة، ليلة كاملة تقطر فاشكة فقط. واحكي لهم على فازة الزيت اللي اي ما شاء الله تبارك الله بسم الله ما شاء الله. عندك العطرشية والزيت، العطرشية والزهر. طلعوا لي كوش زيت، عندي الكوش الزيت هذيك عندي وين ما شفتهاش من حياة الله يرحمها. هو علاش؟ على خاطر ديجا اللي وقتها قطرت انت من العطرشيه اللي زارعينها في الجرده. والزهر كيفاش وقتها شريته من السوق عادي؟ الزهر شرينا وقت هكاك ما لقيته مقابلني قلت طيب ربي ناخذ مادامي بصلاح هات نجرب نقطر. باهي هذا الكسكسي نتاعنا. باهي كالعاده كي تعمل هكا تراها هو هكاك تقول لك يا ربي بسد ما نفسدش. واضح. شويه يتحل. اني باش نخمم بسم الله، نخمم اني باش نزيدو شويه يمكن. بسم الله. باهي انت توا ريتك زدت زدتلوش ماء باش نزيدو شويه زهر على خاطر. علاش؟ ما حسيتش الريحه اللي هي اللي نلوج عليها. واضح. دونك عينك ميزانك. ديما نرجعوا للقاعده نتاع مش كيما الباتيسيري معناها كي تجي تصنع الحلوب بالجرام بالضبط وكل. انت شنو تحب في دارك؟ وعلى فكره اني حتى كي نصنع الحلوب ولا نصنع حاجه الحقيقه نتاع ربي نصنع ويخلي اني شنو نحب وداري شنو تحب. حتى شيء له معيار في الدنيا هذه. نعرفوك فنانه. لا مش كل واحد يعمل حاجه الا ترتحه الا تعجبه الا باش يخفاها كما نقولها. واضح. هل الحاجات اللي ما نعرفش اني لا وهذيك ما تجيش وهذيك ما تجيش وما يجيش. باهي انا شو نعمل توا؟ باش نخليه يبرد شويه قد العين. ما عادش نرجعوا نفوروها. باش نفوروا دريج من زمان. قلت لك دريجين. باش نعمل اني توا هنا باش نحط له السكر. هون برفع نعطيك المغرف. نحط له يمكن 2 مغارف سكر. علاش نحط له توا؟ باش يتحل السكر. بسم الله. باش يتحل السكر ما يقعدش معناتها يتقرمش تحت السنين. فهمت هيك علاش نحطوه توا ما نحطوش من بعد. هذوما توا 2 مغارف نتاع ماكله سكر. اي ما تنساش باش نحطو الشاميه باش نحطو الدقله باش نحطو الرمان. هذا الكل كاي حلو معناتها فهمت. وما يتحط كان كي يبرد الكسكسي. مش من اللي ما يتعملوش من الاول بالكل هكايا معناتها بعد ما تحط له الزهر والماء نتاعو بعد ما ياخذ الحاجات اللي لازم ياخذهم نحطوا له السكر. ايه اما الرمان وكل ما يتحطش هو سخون ولا؟ لا مستحيل. حتى كي بعد ما تكمل التفويره نتاعكم الاخرانيه خليه يبرد كوم الفوره. تجيش تحطوا عليه الرمان وهو سخون الدقله ما يجرى لها شيء. اما الرمان هو اللي ينجم يقرصهولك. برشا عباد يقرص لهم معناتها. معلومه مهمه ياسر. انه السخانه معناتها الرمان هو اللي فسدها معناتها. على فكره راهو اني توا ديما نعطيكم ملاحظات نتاع واحد ما يعرفش يطيب مثلا. اما تقريبا حطينا ماء اكثر من 3 إيترات ماء راهو. يظهر لي الرطل بسم الله. الرطل الكلي اكثر من 3 إيترات ماء. وتمشيو تذوقوا. كان جاكم اني علاش ما باش نذوقها سور بلاس قلت حتى ساعه يتحل السكر فهمت كيفاش. واضح. توا حسيته اللي هو ما عادش موجود كعب فهمت. دي جرانيول ما فماش. دونك باش نعمل هكا شويه ونذوقوا. باش نزيدو شويه. واضح. مالو الا حاجه حلوه ماهيش. دونك توا وصلنا ل4 مغارف. هاي 5 مغارف بسم الله ما شاء الله. وصلنا على رطل. على رطل حطينا 5 مغارف. وراهو سكر اني حسب رايي على حسب الرغبه كل واحد وشنو يحب. باهي توا مش لازم تحركوا برشا باش يتحل وكل شيء. هو ديجا كي يفور بالسخانه تلقاه مشي. دونك نرجعوه يفور قداش؟
دريجين اخرين. درجين اخرين واضح. باهي نرجعوا الكسكسي في الكسكاس يفور درجين ونرجعوا لكم مرة أخرى. ربي يبارك لكم الناس الكل، وكي العادة من غير ما نوصيكم تعملوا أبوني في الشان تاعنا، تبارتاجيو الحلقة وتحطوا كيشانك، تحطوا كلجامك العجيبة، وربي يبارك لكم. يا سيدي بسم الله. تو يا سيدي من سيدك التفويرة الأخرانية اللي هي التفويرة الرابعة. بسم الله. احنا قبل ما نرجعوه التفويرة الأخرانية ما زادته 2 لوش نتاع ماء وزدتوا 2 مغارف اخرين سكر، معناها اونتو 7 مغارف سكر. خاطر ذقناها لقيناها مش حلو ياسر، حبينا نزيدوه. باهي تو باش تبردوا، تو باش نحلو بسم الله سخونه، تو باش نحلو هكا بشويه خاطر انظروا كيفاش ما تترعبوش، راهو هكاك يتعمل جوست يبرد تاكل كعبه تجي على روحها. انت رافيك تسايس فيه بخاطر مازال سخون برشا وشفتوا ما يحتاجش نيه. فهمتوا علاش الرابعه ما يحتاجش. على فكره راهو تنجموا تعملوهم 5 تفويرات وتنقصوا الكونتيتي نتاع الماء. كزوز لوشات اللي زدناهم في الاخر هكوما كانوا ينجموا يجيو حق تفويره اخرى. فهمتك. معناتها اعرفوا كيفاش تتصرفوا معاه، كيما قلت لكم فماش بارام معين راهو تخدموا به، جوست اعرفوا كيفاش تتصرفوا معاه. خاطر احنا قبل الحقيقه نعرفوا ما تعملوا 5 تفويرات معناتها. يعني قلت هنا معناتها واحد يجيبها قد الحكايه ومنتو معناتها يربح شويه وقت. انا فما شويه اجتهاد شخصي في الحكايه. فوالا هذيك هي. باهي يبرد تو اسمعوني، خليه يبرد كوم يفو كيما قلت. يخليه يبرد كوم يفو كيما قلت لكم. الرمان راهو ما يتحطش على حاجه سخونه معناتها باش ما يفسدش ما يبجبجش، يخليه يقعد هكا كروستيون وكل شيء. والفاكهه زاد خيارها ما تقعدش مع حاجه سخونه، خيارها تبرد. فهمت. وبعد هيك يبرد بالكدا كل شيء ونحطوا له الشميه نتاعو لازم الكل نحطوه دونك هذه باش ما تتحلش راهو. فهمت كيفاش ولا؟ دونك هذه اخر مرحله في التفوير. خليه يبرد توا، خليوه يبرد كاريمون معناها. اخر مرحله في التفوير ما نشوفش نفوروا توا احنا. اي ما عادش نفوروه. احنا تو وصلنا تو باش نبردوه وباش نحطوا كيما نقولوا لازم باش يتحط له وكل قدير وقدره. اللي يحب يحط العنب يحط العنب كيف العنب ما يتحطش مع سميد سخون معناتها. نفس لي تابيت اللي باش نعملوهم وكل واحد شويه يحب يعمل فيه. كيف الكريمه اللي باش نعطيكم استيوس برك اللي يحب يحط فيه الكريمه شنو يعملوا بعد ما تحط له الرمان والفاكهه ولا الشاميه ولا ايش تحب تحط فيه. ما تحركش معاه الكريمه راه تعمل له ايطاجات معناتها. فرشه كسكسي فرشه كسكسي مفوح فوقه كريمه ما تصبوش صبه واحده راهو بشويه من المغرفه هكا تحط شويه عاود تحط شويه هكا كسكسي وعاود مره اخرى كريمه هكا وحيده اخرى كريمه ومريره اخرى كسكسي يجيو معناتها طياره. تحبوا في كيسان عملوا في كيسان، تحبوا اسحاف تحبوا في قصعه عملوا في قصعه اللي يظهر لكم. لكن الرسالة الأصلية والزمنية هي هذه. هذا هو انتم كيما تحبوا. باهي نخليو الكسكسي نتاعنا يبرد بالباهي ومن بعد نوليو نحطوا المكونات نتاعنا الفاكهة والتمر والشامية والرمان ونرجعوا لكم في الفقرة الأخرانية من الحلقة نتاعنا هذه الممتازة باش نذوقوا المسفوف نتاعنا ونعطيكم رأيي كي العادة بكل صراحة. ورانا نحبوكم شنو؟ برشا. صحيت. هاي سيدي سوا الكسكسي نتاعنا برد. مسفوفنا برد ما عادش كسكسي بالباهي. معنا برد نغزروا لهم كعبه بكعبه امورهم مايله. لونه ابيض شفتوه لونه ابيض ما شاء الله ممكن يسخون هذاك. باهي توا باش نحطوا له الشاميه. بسم الله. باش تخلطوا معناها. باش نخلطوا ان شاء الله. باهي قسمته على 2 حاجات على خاطر ما شاء الله طلع. ثم القصعه هذه ثم القصعه هذه. هوني كما قلت لكم كل واحد قداش يحب، كل واحد شنو يحب. بالنسبه للزينه صحيح نتاع المسفوف كله قدير وقدره. كل واحد شنو يحب الميزان، واحد شنو يحب يحط. علي صوت. يحب يحط بيستاش يحط بيستاش، كل واحد شنو يحب يحط. والله من بكري يعني مشيت نشري في الفاكهه بيستاش المقشر قال لي ال 100 جرام ب 10,000. قلت له بصراحه ياسر. خليته في 80. باهي نحطوا توا الدقله نتاعنا زاده
الدقلة قصاها كيما تحبوا نتوما زادا. أنا ديما نرجع للكشك من قبل معناتها في دارنا نعملها. ذكريات الجميلة. ذكريات الجميلة الله يرحمهم وينعمهم. ربي يرحم العزيز الكل. آمين يا ربي. من يميمتي يا ربي إن شاء الله. هذا هكا. ما شاء الله. رمان. هذا المساند الرسمي. السيد رمان. بقاني الرمان راني بكريكا صفيته. شنو؟ صفيته من الماء نتاعو، شفتو ما يهبطش في الماء. باش لازم يكون شايح. هيك وقاعده نسعى من الفوق، راني مش قاعده هذا على فكره راهو احنا في اول سيزون تاع الرمان احمر برشا. اي وزيد اول ما هبط الرمان ما قلت لها راني باش نصوروا المسفوف. انا برشا ما طيبناش. الفاكهه هذه الفاكهه. نحط شويه هنايا وشويه فوق. حقيقه عملناها مع عش خاطر احنا من طيباني معناتها ما نطيبوش ديما مرتين في العام هيك حاجه من كي ما نطيبهاش ديما نحب كي نعملها على قاعده صحيحه على اصولها. باهي هذا هو هكا. تو نحركوه. اي بعديك نزينوه في صحيفات. تيس امورنا في التحريك. ومن بعد تقعد المرحله الاخرانيه نزينوا شويه من الفوق. ومن بعد نذوق ونعطيكم رايي كالعاده. ربي يبارك لكم الناس الكل وان شاء الله نشوفوكم دائما اوفياء معنا. هاي سيدي بن سيدك حضر الاعجوبه متاعنا المسفوف العالمي اللي بالحق مها اليوم تعبت عليه وطلع يشد معنا برشا مراحل وبرشا مجهود، ونطلبوا الدعم متاعكم باش تعاونونا بالبرتاج وبالجام وكل شيء. هاي سيدي نجربوا البرنامج متاعنا هذا توا متنوع يتسمى فيه الشاميه والله ريك تسال. بسم الله. شو مرة يا الله. شو نقول لك انا؟ صدقوني فماش حاجه نجم نقولها باش نجم نعبر. تعرف والله فيه ميلونج نتاع كل شيء. ما تحسش لا زهر طاغي لا تمر طاغي لا حتى شيء معناتها ميلونج حلو معناتها. صدقوني بنين معناها الى ابعد الحدود. اما نصيحه بصراحه كان عيلتكم صغيره ما تكثروش. حسيت عملت برشا يعني اليوم. راهو نرطل طيحنا بزايد ما شاء الله برشا معناتها فهمتوا. هذا بالحق نجم نقول عليه كان ابداع. ابدعتي اليوم يا مها ربي يبارك لك. صحة بالشفاء. اليوم بالحق رانا تعبنا ياسر. تقريبا قاعدين نصوروا 10 متاع الليل. الحاجه الوحيده اللي باش تدعمونا وتشجعونا بها هي البارتاج والجام باش القناه نتاعنا تتقدم ونقدموا كان بكم انتم. ربي يبارك لكم الناس الكل والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.